السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته، وهي حلقة جديدة من سلسلة فيديوهات كورس A1 لتعلم الألماني وتحضير امتحان جوتا مع فاطمة حسن، ده اللي هو أنا يعني. حلوة المقدمة، خش على الألفابيت. ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت وبقى ارجع لها انت بقى مرشدين اللي ورا. ما فعلتش الجرد قناة الحاجات اللي هي محفوظة دي، اشتغل مع نفسك عشان ايه؟ الدنيا صداع، مش ناقصين زن على المسح. ولكن خش في صلب الموضوع على طول من غير اي مقدمات على حروف الألفابيت، حروف الألماني. خلينا في الأول نتفق على أكتر من حاجة. كالعادة بتاعتنا عندنا اتفاقات بنمشي عليها إن شاء الله. أول حاجة، أنت عندك أسماء حروف، الحروف اللي قدامك دي حروف هناخدها النهاردة إن شاء الله، حروف شبه الإنجليش لغاية هنا كده، مالكش دعوة باللي تحت ده. النهارده مفيش ورق أبيض ولا حاجة، هنتكلم بس عشان الدنيا الألوان الجميلة دي، لأن الألفابيت سهلة ما فيهاش حاجة واتكلمنا عليها كتير قبل كده. يبقى الحروف اللي تحت دي هنخليها في فيديو لوحدها، لأن دي اسمها حروف صوتية بتميز الألماني، طبعا بالإضافة للإس ست أو الشارب إس، وما تركزش في اللي أنا بقوله ده النهارده. خليك في الحروف اللي شبه الإيه؟ الإنجليش اللي احنا هناخدها النهارده دي. تمام. يبقى عندك الألفابيت بالألماني، ألفا بيت حروف الألماني أوف دويتش. أول ما حد يقولك مالك يا أخويا تقول يا زمن، تعبان. تعبان يا أخوي، ده أول حرف عندك في الألماني. لو أنت رايح للدكتور أو دكتور الأسنان بالذات، بيقولك افتح سنانك أو افتح بقك، قول كده ادي أول حرف عندك. يبقى أول حرف ما اسموش إيه بقى زي الإنجليزي، بقى اسمه آه. تمام. يبقى ده كده إيه؟ طيب تاني حرف هو عبارة عن ب ب آه ب آه ب. طب اللي بعده ده اسمه سي، مش سي ته، سي، في ته في الأول كده صوت الته. سي سي سي. بحاول أكررها لك أكتر من مرة، أكررها لك أكتر من مرة علشان تثبت معاك. سي سي، مش سي كده، لأ. واتفاق كمان هناخده مع بعض، ما تروحش تكتب سي كده، ما تروحش تكتب سي كده بالعربي، لا. الطريقة دي غلط في مذاكرة الألماني ومذاكرة أي لغة، ما تتبعهاش. تمام. يبقى سي الواحد لسه طالع من كورس، فالدنيا أساسا مقرفة، فتحس الواحد يعني إيه بيجري بسرعة في الكلام، بس إن شاء الله تبقوا فاهمين يعني. يبقى أول حاجة عندي حرف بعد كده بعد كده سي، في ته في الأول أهو، سي في الصوت، ما تكتبوش بالعربي. بعد كده الحرف ده اسمه دي يبقى ب سي دي، ا ب سي دي. يا رب تبقوا فاهمين. وده اسمه اسم الحرف مش صوته. ليه؟ لانه اسم الحرف يختلف عن صوته. لما اقولك الحرف ده اسمه ايه غير لما اقولك هو بيتنطق ازاي في الكلمه. هيتنطق ازاي هناخد قواعد النطق ان شاء الله في فيديو منفصل، ولكن النهارده هو اسماء الحروف بالالماني. هناخد الحروف زي ما اتفقنا اللي شبه الانجليش بس، الاربعه اللي تحت دول هنخليهم في فيديو ايه تاني لوحدهم. بعد كده حرف ده بقى شبه الاي بالانجليزي، ولكن اسمه في الالماني مختلف، اسمه ايه. يبقى كانه الايه ده اللي كان في الانجليش، كان في الانجليش دلوقتي لا، هنا بقى اسمه ايه. لكن ده اه 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 هنعيط. ا ب سي دي ايه، ا ب سي دي ايه. تمام. طيب بعد كده اف زي الانجليزي بالظبط، اف بقى انا زهقت. هو كل يوم شرح الماني، هو كل يوم ناس مش فاهمه الماني. اف. طيب بقولك هو محمد جه ولا ما جاش؟ خد يا عمرو محمد جه ولا ما جاش، خد يا محمد عمرو جه ولا ما جاش، خد يا اي اسم عشان الناس ما تقولش اشمعنى الاسماء، اي اسم عندك يا حموكشه. محمد جه ولا ما جاش؟ جه مش جه حرف الجي. لو انتوا فاكرين مسرح مصر، كان في الاول خالص الفنان اشرف عبد الباقي، عشان لو بقيت بقى مشهوره قوي يعني وطلعت في التلفزيون بقى انسانه محترمه كده وبدي الناس القاب. فالفنان اشرف عبد الباقي كان بيقول لك ايه؟ قولوا ها في الموسم الاولاني خالص لما كان لابس فرعوني كده شويه. حتى هاتوا الموسم الاول لمسرح مصر، هتلاقيهم كده بيتجمعوا كده في الايه، في حتى تيك توك على اليوتيوب في اي حته، يقول لك قولوا ها. اهو ده بقى اسمه حرف الها.
يبقى خلينا نمسح كده، لون لك الوان كده عشان ايه فرفشه. ده حرف الايه الها، لكن ده جي. طب ده كان طب ده سي. طب ده ايه. تمام. يا رب تبقى الدنيا واضحة من الألوانات الجميلة دي. طب ده اسمه ايه؟ اي. اي لا، ده احنا هنرجع للأزرق ده أحسن. نلعب بالألوان ماشي. بعمل كده زي ما بعمل في الستاشن، كل شوية أبدأ نلعب بالألوان. يبقى ده اي، ده ايه، ايه، اي. فهمتك. افتكر كده الصوت ده. اه ايه، اي. اه اهو. ايه هنا، اي. تمام. يا رب تبقى الفروقات دي واضحة. نجيب الألفابet تاني. اه خلينا نمشي لك تحتها خط. ب، س، د، ايه، اف، ج، ها، اي. اسمه مش صوته في الكلمة، ما تروحش تتوه الدنيا في بعض. بعد كده حرف اليوت. يوت، يوت، يوت. كأنها يه واو ته. ما تكتبش بالعربي بس عشان في الأول كده ممكن تمشيها، وفي يعني بتثبت في حروف وحروف لا، بتمشي في حاجات وحاجات لا، أو كلمات وكلمات لا. ده أنا عندي حاجة اسمها حروف الأملاوت، هتلاقي الدنيا بتظبطش فيها. فبقولك من الأول بلاش الطريقة دي، ولكن عشان انت لسه في الأول يعني مش لسه ما وصلناش لحروف الأملاوت، فمشيها يه واو ته. يوت كأنها كده، بقولك كأنها تروح تكتبها كده، أنا بقول أهو تنبيه تاني. يوت، يوت، يوت. كا، كا. بعد الكا بقى حرف الكا مش كي. كا، ال ام ان او زي الانجليزي بالظبط. ال ام ان او. طب مين اللي كان زي الانجليزي كمان؟ حرف الاف. تمام. يبقى في حروف شكل انجليزي ونطق انجليزي، وفي حروف شكل انجليزي بس النطق مختلف ايه شويه. يبقى ب، س، د، اي، اف، ج، ه، اي، يوت، كا، ال ام ان او. بعد كده بي. بي بعد الاو بي. طب ما انا لسه قايل دلوقتي، او لسه قايله دلوقتي بي صح. دي بي، لكن دي بي زي البي الخفيفه والبي التقيله، او البي الخفيفه والبي التقيله في الانجليش. بي، 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 بي. طب انت زهقت هتعمل ايه؟ هات ورقه او منديل يكون ناشف شويه، حطه قدام شفايفك كده او قدام بقك. مش عارفه البلاد العربيه بيقولوا على البق ايه، والله ما عارفه اجيبها لكم، بس ان شاء الله تبقوا فاهمين يعني. قدام شفايفك، الشفايف دي كلنا عارفين. ب، الورقه ترجع لورا. ب، ساكته مفيش حركه. يبقى دي البي الخفيفه اللي هي اللي بعد لكن بي ب ب في هوا هو صارع في الصوت. بي، يبقى دي البي التقيله اللي بعد الاو. تمام. خلي بالك عادي كده خالص زي الانجليزي بالظبط. طيب الحرف ده في الانجليزي كان اسمه كيو، فكنت بتضم شفايفك قوي. كيو، كيو. وهنا بقى اسمه كو بالالماني، مش كيو بقى زي ما بتضم في كيو، هنا هتبقى كو، كو، كو. تمام. يبقى تاني نرجع الحروف كلها سريعا نقولها من حرف لغاية حرف الكو. أ، ب، س، د، إ، اف، ج، ه، إي، يوت، كا، ال، ام، ان، او، بي. كو. هكتبهم لك بالخطوط كده عشان تبقى شايف. ب، س، د، إ، اف، ج، ه، إي، يوت، كا، ال، ام، ان، او، بي. كو. الحرف الجميل بقى اللي كلكم بتتلخبطوا فيه ما شاء الله، الا من رحم ربي، مش ولا اغ. ا، ا، ا. مش كان واحد بيقول لي في الكورس تعمل حاجه في ايه يابا؟ مش مفيش دي. ا، ا. مش مش اغ.
طب افرض تقيلة مش قادر مشيها ايه، هتمشي صح هنقول ايه، بس هي غلط، بس همشيها لك لغاية ما تتعود. لكن هي اسمها اغ، اغ مش اغ. خلي الغين خفيفة، ما تظهرهاش، يعني ما تطلعش صوتك في حرف الاغ. تمام. بعد كده اس زي الاس الانجليزي، اس، تي، تي، تي. بعد كده كنت بتقول، ماشي، كنت بتقول يو، يو هنا هتقول او، او، او مش يو بقى، او. هنا كانت، خلينا اشيلك الحاجات دي كلها. هنا كانت كو، كو. هنا كانت او، او. طب هنا كا، كا عشان ما تتلخبطوش. بعد كده حرف الفي في الانجليزي بقى اسمه فاو بالفه، فاو، فاو. الرجالة ايام زمان كانوا بيجيبوا كولونيا، ايام والد الله يرحمه وجدي والله يرحمه برضو، يرحم الجميع يا رب العالمين وامواتنا جميعا. كانوا بيجيبوا كولونيا اسمها فا 5 خمسات، فا 5 خمسات. كان مش عارف في 3 بقى وفي 4، الناس اللي هتخش تقول لك 3 و4 خمسات مش عارف ايه. هي فا 5 خمسات، هي كانت معروفة بالاسم ده، او عندنا في بلدنا كانت معروفة بالاسم ده، عشان لو في مناطق تانية اسم تاني. فالفا 5 خمسات، قول بدل فا فاو، ما تقوليش فاو، بلاش الفا دي، لا. فا، فاو. انا اسمي فاطمة، فا مش ف. في مثلا واحدة اسمها نيفين، فين. انا مش عاوزة الصوت ده، انا عاوزة صوت الف، فاو، فاو. هي اسمها كده، اسم الحرف اسمه كده، فاو. طب ده اسمه في، في مش دبليو بقى اسمه في. يبقى ده اسمه فاو، وهنا ده اسمه في، فاو، في، فاو، في. يا رب تبقوا فاهمين. بعد كده هنا ده اسمه اكس، مش اكس، اي، اكس، اكس، اكس. اخر حرفين هانت، إبسلون، إبسلون، إب. ليه صوت الإو ده كده؟ عشان هي أصلها أو وملوط في الصوت. إب، إب لغاية ما تاخد الحروف الصوتية إن شاء الله المرة اللي جاية في الفيديو التاني. إبسلون، إبسلون، إبسلون. أهو عمالة أكررها أكتر من مرة. إبسلون، سلون مش سيلون. في واحدة كانت بتقولي إبسلون، إبسلون ده لما تروحي الفرنسا. وبمناسبة النطق، في ناس ما شاء الله على التيك توك بتنحر في نفسها قوي، ولاد وبنات، رجاله وستات. انت بتدرس الماني، انت بتعمل كده ليه؟ ما تتكلم صح زيهم وخلصنا. ايه الاصوات دي؟ في ايه يا جدعان؟ رجاله وستات بيتكلموا بطريقه غريبه، مش عارفه انتوا ملاحظين الحكايه دي ولا دي حاجه عندي انا شدة ملاحظه عندي، مش عارفه. المهم ان هي ابسلون مش ابسيلون، ابسيلون ده فرنسي. ان شاء الله لما تروح تخش تدرس فرنسي، يعني مش تدرس فرنسي، انت بتدرس المو. المو دي تقريبا صح يعني، عشان كنا دارسين شويه فرنساوي والدنيا باظت. بس الفرنساوي وبتمايس او اتدلع، بلاش نقول تمايس دي عشان ما حدش يزعل. اتدلع شويه، فرنساوي دلع، انا مش عايزاك تتدلع. انشافيو، شوفش بوستات الفيسبوك، انشافيو. ابسلون، سيلون. تمام. اخر حرف معانا ولله الحمد ست. واحدة ست ولزق فيها تهم الاول، ست، ست. الواحد نحر كتير قوي النهارده، صوتنا وتعبنا. ياه. لايك، فولو، استنى فيديو جديد والى لقاء اخر ان شاء الله.